لتوقعاتي لنتيجه المباراه، اعتقد ان المباراه دي بامرك يا رب هتنتهي بهدف للنادي الاهلي، اما 2-1 3-2 كل شيء وارد. حي الله 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 اخواني، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج اخوكم كابتن دولا المداح اللاجونين. ما تدقش معاه، يعني قلنا هتوصل ل3 لكن شيل الجونين بتوع اليد دول يا سيدي، ما تدقش، المهم ان احنا كسبنا. اهلا بيكم في حلقه جديده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء سعيد، مساء شريف، مساء الانتصارات على جمهورنا العظيم وعائلتنا الفخيمه. مش هحلك، مش هنسى زي ماتش كاس السوبر المصري. اخبط عينك حالا على عداد اللايكات. وصل الحلقه 10000 لايك بمناسبه فوز النادي الاهلي بلقب جديد كاس الافريقي الاسيوي اللي ظهر قبل الماتش. الجانب الابيض من المدينه كان عامل لك فين الكاس؟ جمهور النادي الاهلي عندها تهيؤات ان في كاس. شفت الكاس؟ حلو تدوق يا غريمي الكاس. انا عايز اسال على حاجه يا جماعه، فين العين؟ يعني يا اهلي ما تهرجش بقى، يعني فين العين؟ خرجوا من جيبك ايه يا جماعه؟ ده سيراميكا كليوباترا في كاس السوبر المصري كان عامل نوش اكتر من كده. ده عين السيره اللي جالنا ده هنا، مع احترامنا طبعا لاخواتنا واشقائنا، قال لك احنا مش الاتحاد، قال لك احنا مش الهلال، وهم بصراحه يعني عندهم حق يا جماعه. الاتحاد بلع مننا 3-1، الهلال بلع 4، هم بلعوا 3 ناشفه، 3 صايمه. هم الصراحه يعني يختلفوا. اين نادي العين؟ انا لا ارى العين، طلع مفيش عليها حارس حقيقي. مباراة أكتر من ممتازة، أكتر مما الواحد كان يتخيل، وده اللي يأكد يا جماعة دايما إن النادي الأهلي أتقل من أي حد. النادي الأهلي مشرف مصر، مشرف الكرة الأفريقية قدام أي فريق مهما بلغت قيمته التسويقية، مهما بلغت نجومه وتغني العالم بيها. النادي الأهلي النهارده بيقول موجود وحاضر، وإن شاء الله يا رب في طريقه للنهائي. إنما حقيقة عايز أولا أشيد بكل رجالة النادي الأهلي بالجهاز الفني، لكن قبل أي حاجة اللاعب رقم 1 الجمهور اللي كان النهارده من الساعه 12 الظهر قبل الماتش للساعه 8 موجودين على البوابات مستعدين يدعموا. صوتهم زلزل الارض النهارده قدام فريق العين اللي كانوا امبارح يقول لك مش مهم نلعب على القاهره، يعني ايه المشكله نلعب في القاهره؟ متعودين على الاجواء الجماهيريه. لا يا حبيبي، غير، انسى تماما. حقيقي مبسوط جدا لاول حاجه. تعال اقول لك اول حاجه، وهي ان النادي الاهلي نسخه مارسيل كولر المدير الفني صاحب الكره الهجوميه، الكره الفعاله، الكره اللي بتحب تهاجم ما بتحبش تقف، رجعت من جديد. ايه ايوه يا عم الحاج، ارجع كده يا عم الحاج وارجع اكد مره ثانيه ان احنا لما كنا بنقول ده مش كولر، ارجع مره ثانيه قول لنا فعلا انا اللي كنت مخلي الفرق الملط هي اللي عامله لنفسها حس على قفانا. هو ده النادي الاهلي يا جماعه، اللي بيمسك الكره من اول دقيقه ضاغط وبيسجل ودايما ليه الافضليه. كولر النهارده نزل بتشكيل اكتر من مثالي بالنسبه للنادي الاهلي، كل اختيار في مكانه، مفيش تجويد يابا، كل اللعيبه كل واحد نازل في مكانه، ما بيجربش، ما بيقولكش المكان ده يعني انا ما لعبتش فيه قبل كده. تشكيل اكتر من ممتاز. مش كده وبس، نقطه الاستحواذ اللي كولر دايما بيتميز بيها، الاستحواذ اللي احنا سيبناه قدام سيراميكا، سيبناه قدام نادي الزمالك، ادي قدام العين اللي لا سيراميكا ولا الزمالك يحلموا يعملوا قدامه النتيجه دي. ادي النادي الاهلي النهارده بيهز فريق قيمته التسويقيه 50 مليون يورو ب3، مش 1 ولا ب2، لا بقول لك ب3. عايز اولا اوجه شكر كبير جدا للي يعني اللي قرفونا بسيرته من امبارح للنهارده، سفيان رحيمي. يعني النهارده انا عايز اقول لك هو كان سر تحول المباراه من اول دقيقتين. في لقطه كده يعني الجانب الابيض من المدينه بوجه له كل الشكر والله يا ابني، انه يعني كل الشكر ليكم والله يا جماعه. الظاهر كده يعني سمعتوا منادهاتي وطلباتي في الحلقه بتاعت الصبح يا جماعه انتوا رحتوا فين؟ لا ما ينفعش عشان الازمه بتاعت الامارات ما تشجعوش نادي العين. كل اخواتي الزملكاويه طمنوني ودخلوا لي مين قال لك كده؟ العين هنشجع العين وهيكسبكم ان شاء الله، وحصل والحمد لله، شجعوا العين وكسبنا. كل الشكر لسفيان رحيمي اللي النهارده في اول دقيقتين لولا يعني عدم تصرفه في الكوره بذكاء ادى الافضليه في كوره. الكل وقف قال لك ايه ده، هو الحكم ما رجعهاش فار ليه؟ دي كوره ضربه جزاء، كوره اولا ما كانتش تسلل، عشان بس نقول ايه حق ربنا بكل حاجه. ولكن سوء ترويض سفيان رحيمي للكوره خلاه فقد تركيزه على الكوره، حاول بقى ايه ان هو يحجز بجسمه على ياسر ابراهيم، دخل معاه في صراع بدني مع ياسر. انت يا جننت في دماغك ولا ايه؟ صراع بدني مع ياسر ابراهيم كتف في كتف، طبعا ما استحملش، فرفر في ايد ياسر ابراهيم، اتدنجل في الارض، الكوره محمد الشناوي مسكها. دي اللقطه بس اللي قعدوا يصحوا عليها يقول لك ايه ده؟ ضربه جزاء، ده ما رجعش للفار، الكوره مكاتفه قانونيه تماما ما فيش فيها اي مشاكل. خش لي بقى على اللي بعد كده، نرجع لكولر مره طبيعي. الله على دراستك للماتش، على تجهيزك للماتش، على دراستك لنقاط القوه والضعف الخاصه بفريق العين الاماراتي.
وتعالى اقول لك ازاي مارسيل كولر النهارده لعب على النقاط سواء القوه او الضعف بالنسبه لفريق العين. اول هجمه، مين سمع معايا في حلقه امبارح واللي سمع ينزل يقول لي حصل يا دوله في التعليقات، قلت لك مهم جدا الكور الطويله اللي ورا الاظهره. بندر الاحبابي ما شاء الله يا جماعه، يعني ما نجيبوش عندنا هنا في دوري الدرجه الثانيه. وايريك البرازيلي اللي صدعونا بيه النهارده كان سايب شوارع وراه. اللي سمع لما قلت ان الكور الطويله ورا الاثنين دول هتعمل قلق كبير جدا، والكره دي هي كانت سر يعني زعزعت استقرار نادي العين ولاعيبته، وحسوا خلاص ايه ده في ده احنا يا جماعه ايه اللي بيحصل معانا من اول 5 دقايق. دي الكره اللي هي اتلعبت طويله من رامي ربيعه لحسين الشحات، هوب 1 2 راح لعبها له وسام، والحمد لله يعني اتنجدنا من حسين الشحات وفرصه الضايعه، راح حط الكره في ايد خالد العيسى اللي ما شاء الله. احنا والله اللي بننجم كل الحراس اللي بتلعب ضدنا يا جماعه، بيقلبوا نوير على حس الكور الهايفه اللي لعبتنا بتضيعه، وراح شايط حسين الشحات في ايده طلعت بره. عشان كده كان واضح ان في تعليمات من مارسيل كولر، اضغط، العب الكور الطويله. واكتر حاجه بقى عجبتني في الماتش يا جماعه، يعني قبل ما نرجع للاهداف مره ثانيه، هي نقطه ان مارسيل كولر كان حافظ اوقات الخطوره بتاعه نادي العين، لان قلت لك في حلقه امبارح العين اخر ربع ساعه من الشوط الاول، اول ربع ساعه من الشوط الثاني احذر من فريق العين. لك ان تتخيل ان النهارده النادي الاهلي بعد ما سجل الهدف الاول كان في الدقيقه كام يا جماعه؟ في الدقيقه الهدف الاول كان في الدقيقه 33، يعني اخر ربع ساعه من الشوط الاول بيضربهم في الوقت اللي هو عارف وحافظ فيه ودرس ان فريق العين بيتقدم في التوقيت ده عشان يسجل. ده مش كده بس، في الشوط الثاني كمان راح مسجل الجون في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 55، اول ربع ساعه من الشوط الثاني. يعني الراجل ما حلهمش في الشوط الاول وما حلهمش في الشوط الثاني. اقتدار من مارسيل كولر، لا ده وايه، راح مزكل كمان في اخر ربع ساعه من الشوط الثاني اللي دايما نادي العين برضه بيحاول ان هو يرجع ويسجل فيها. دراسه ممتازه جدا، لكن عايز اشيد باثنين بصراحه يا جماعه، او يمكن بثلاثه النهارده اعتبرهم نجوم المباراه من وجهه نظري الشخصيه. وسام ابو علي لومت عليه كتير جدا في الكوره بتاعت نادي الزمالك اللي ضيعها، اللي راح خدها بمجهود فردي من المسلوسي، وبدل ما يمرر للشحات راح ضاربها في عوض. النهارده كوره بالكربون يا جماعه، وسام ابو علي ربنا بيكافئه على مجهوده. والنهارده ذكاء اللاعب، خلي بالك الكوره قد يعني تعتبر ميته تماما، اللاعب المدافع بيرجعها غلط، فجاه لقى وسام ابو علي في ظهره خطف الكوره، ويا ريته حتى استنى عليها، لا فيرست تايم قاتله تدخل الهدف الاول. لكن بخلاف الشكر في ضغط وسام ابو علي، وقد ايه انه مهاجم ذكي، قاري الجيم، قاري الكره بتتحرك ازاي. تعالى بقى روح لي لنجم الماتش النهارده، امام عاشور يا جماعه، دوره في الجونين يتاقل تقولهم دهب، بخلاف الجون الايقوني اللي سجله في الهدف الثاني النهارده. تعالى كده اتفرج على الجون الاول، وسام ابو علي امام خطف الكوره من نص الملعب، انطلق لغايه ما وصل لغايه منطقه الجزاء، وهو لسه بيتصرف في الكوره اتقطعت. وسام امام بيلينجهام عاشور عمل ايه يا جماعه بعد ما الكوره قطعت منه؟ وقف قعد يندب حظه، لا 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 لا، ده راح لف من ورا المدافع، قفل عليه زاويه التمرير، خلاه راح راجع مره ثانيه بالكوره، قال لك انا الحل اللي عندي ان انا اباصي للجون، راح اباصي للجون، ما خدش باله من وسام، خد الكوره قطعها. التحرك الفطري الذكي جدا اللي عمله وسام، اللي عمله امام، يا يخرب بيت ما علينا اللي عمله امام في لقطه الهدف الاول فتحت الباب لان وسام يضغط على المدافع ياخد الكوره بمنتهى السهوله، لان المدافع زاويه الرؤيه عنده خلاص اتبرجلت، في واحد ضغط عليا من هنا، انا ببصي الكوره ورا، واحد جه راح خاطفها، اتسجلت هدف. تعال بقى نروح للجون الثاني. عايز اشيد بدور اكرم توفيق اللي النهارده يا جماعه كان حائط الصد الاول بدفاعات النادي الاهلي من حيث قطع الكرات، لان دايما سفيان رحيم وخاصه الشوط الثاني بعد ما لبا كوجو نزل واصبح كريسبو بيلعب 4-4-2، خد عندك بقى خلاص سفيان رحيم يريح على جبهه اكرم توفيق كالعاده ما سماش عليه، حطه في جيبه وما طلعوش تاني. كوره الهدف الثاني بدات منين يا جماعه؟ كانت هجمه رايحه للعين عادي، مين اللي قطع الكوره؟ اكرم توفيق قطع الكوره، راح لعبها على طول، كان مش عارف تقريبا مروان عطيه. خد لي بالك بقى من امام، كان فين في النقطه دي؟ كان راجع بيدافع. امام عاشور النهارده كان عامل ادوار دفاعيه ومجهود على ارض الملعب، هو ده اللي احنا مستنيينه منك. النهارده كان واقف على خط دايره ال 18 بتاعه منطقه جزاء النادي الاهلي، الكره اتقطعت من اكرم توفيق، جري خدها سبرنت من عند منطقه جزاء النادي الاهلي لغايه الطرف الشمال بتاع نادي العين. فالكوره بعد ما اتلعبت من وسام لطاهر راح ملعوبه لامام عاشور، الفيرست تايم اللي بقاله 3-4 ماتشات عايز يعملها، لبست معاه حلاوه، جون ايقوني ويستحق بصراحه، لان الماتش ده كان جماعي، الماتش ده تعب، ادى اللي عليه، والكوره بتكافئ
الكوره بتدي للمجتهد، ربك بيدي للمجتهد اللي فيه النصيب. عشان كده امام النهارده سجل هدف اعتقد هيكون تاريخي في تاريخ بطولات النادي الاهلي والمشاركه فيها على المستوى العالمي. وتختم بقى معانا في النهايه بمحمد مجدي قفشه سلكان اللي لازم احلى ختم يابا على اي ماتش النادي الاهلي بيلعبه، ماتش كبير التاريخ هيتذكره. محمد مجدي قفشه من قمه تواضعه، لك ان تتخيل ان قبل ماتش العين مذيع بيسال بيقول له نفسك فيها قفشه؟ قال له نفسي اكون جزء من تاريخ النادي الاهلي. يا اخي بعد القضيه، بعد قضيتك في بيراميدز، بعد قواضي كتيره، بعد قضيه نهائي كاس مصر، دي قضيه جديده خلصت المباراه والنادي الاهلي يتوج ببطوله الكاس الافرو اسيوي. هم تقريبا كده جابوا كاس العالم وراحوا ملونينه باحمر عشان عارفين اللي فيها بقول لك. وبس، يا رب تكون الحلقه عجبتكم. وصلت الحلقه 10000 لايك ولا لسه؟ مستني دعم اخواتي الجبار. وانت كمان قول لي رايك في التعليقات، مين نجم المباراه الاول النهارده؟ تقييمك لمارسيل كولر كام من 10؟ واشوفكم على خير في حلقه جديده بكره بامر الله تعالى. شكرا ليكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.